لما تكون انت راجل بحق وسايب مراتك خارجه معاك بتجري وبتلعب وبتضحك بصوت عالي وبتلبس اللي هي عايزاه، ومش خايف ان الناس تقول عليك مش راجل، لان همك الاول والاخير ان هي تخرج معاك وهي مبسوطه، وهي لابسه حلو وحاسه بانوثتها، وهي حاسه وهي ماشيه معاك ان هي في حمايه، ان هي في ظل راجل. انا فريده شرف، استشاري صحه نفسيه وارشاد اسري وعلاج الادمانات المختلفه، وجايه اقول لك انك في منتهى الرجوله. في ناس كتير او في رجاله كتير بتبقى معتبره تصرفات الزوجه الطفوليه وهي ماشيه معاه ان ده بيصغره قدام الناس، بيبقى شايف ان لبسها الملفت واظهار لانوثتها وهي خارجه معاه ان هي بتحاول تغوي الرجاله، او عايزه الناس تبص عليها، او عايزه الناس تشاور عليها. احب اقولك ان تفكيرك غلط. الست لما بتمشي مع جوزها لابسه احسن حاجه بتبقى عايزه فعلا تظهر انوثتها، بس ليك حاسه ان هي ممكن تعمل اللي هي عايزاه وتلبس اللي هي عايزاه لانها هي ماشيه في ظل راجل، محميه. بتبقى حاسه ان مش انت زوج بس، لا، بتبقى حاساك اب حامي سند. ممكن هي في العادي بتبقى ماشيه زي الرجاله، ولو هي ماشيه لوحدها بتلبس كويس محترم قوي او مقفول قوي، بتلبس بناطيل، بتمشي زي الرجاله زي العسكري المرور. لما بتكون لوحدها بتبقى ماشيه بألف راجل، انما لما بتكون معاك بتحب تحس ان هي ست. لو هي لبست عريان، لبست قصير، او لبست لبس يعني ممكن يكون ملفت شويه، حاطه مكياج اوفر شويه، لانها هي نفسها تحس ان هي ست، بس نفسها تحس ان هي ست ميعمين مع راجل سند، اب ليها ماشي جنبها حاميها وسندها. لو انت فاكر بتصرفاتها او لبسها الملفت او احساسها بانوثتها ده تفكير غلط، ان هي بتلفت الانظار ليها، او ان شكلك هيبقى وحش قدام الناس، فاحب اقولك ان تفكيرك غلط. لو انت حاسس ان انت هتبقى صغير في عين الناس، فتأكد 100% ان انت هتبقى راجل في نظرها، هتبقى حاسة بالامان اكتر، هتبقى حاسة بالسند، هتبقى حاسة ان هي ست مع راجل بتحبه. لو انت بقى عندك اختلال في هذا الشعور وفاكر ان او بتهتم بنظرة الناس ليك، بتهتم برأي الناس ليك،